ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده يا حلوين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هقولك ازاي تعملي اللحمه بالشوربه بطريقه سهله جدا، بس بجد بطعم مميز جدا. وهقولك ازاي اللحمه ما تكشش منك. اللي بتشتكي من اللحمه بتكش منها، بجد الطريقه دي استحاله اللحمه تكش منك تاني، زي ما هتحطيها زي ما هتلاقيها بعد ما تستوي. بصوا الشوربه بصراحه حاجه كده تبارك الرحمن. وهقول لك ازاي اللون بتاعها يطلع احمر معاكي كده. هقول لك كل التفاصيل اللي هتطلع معاكي اللحمه ناجحه جدا. بجد بالطريقه دي هتاخدي شويه شوربه حاجه كده تحفه بجد، هتشرفك قدام اي حد. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي. اول حاجه كده هجيب اللحمه بتاعتي، شطفتها كده شطفه، وجبت الحله بتاعتي. الحله كانت جافه تماما، رفعتها على النار ونزلت بقى بقطع اللحمه، وابدا اشوح فيها كده لحد ما تقفل كل المسام بتاعتها. مش حاطه اي ماده دهنيه، هي اللحمة كده فيها حتة سمينة فهتنزل كل الدهون بتاعتها. ابدأ بقى اشوح فيها كده، شوحتها كده بفلفل اسود بس ما ضفتش اي مادة دهنية. اهي كده بعد ما اتشوحت معايا هنزل بقى بالمية وبصلاية. في المرحلة دي مش هضيف اي حاجة تانية. اهي ابتدت تغلي معايا كده، ابدأ بقى اشيل الوش اللي بيبقى ابيض ده، هشيل كل الوش الابيض ده، اغطي عليها تاني. غليت كمان مرة وابدأ بقى اشيل لحد ما الوش يبقى معايا مش ابيض. هفضل اشيل كده لحد ما الوش يختفي تماما. اهو كده شلت كل الوش الابيض. اهي اللحمه بقت معايا، الشوربه بقت معايا باللون ده. في المرحله دي بقى هنزل بايه؟ بفلفل اسود وكوبايه من صلصه الطماطم. ما عندكيش صلصه طماطم، 4 طماطمات كده اضربيهم في الخلاط وصفيهم وانزلي على اللحمه. اهي اللحمه كانت استوت معايا زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ايه، هجيب كده حوالي معلقه من الثوم المفروم ومعلقه من السمنه البلدي كده، وابدا بقى اشوحهم كده لحد ما ياخدوا لون اصفر كده حلو. وبعد كده هنزل عليهم بالشوربه زي ما انتم شايفين كده. كده شايفين لون الشوربه بقى تحفه ازاي؟ اهم زي ما انتم شايفين كده اللحمه استوت معايا بقت زي الزبده، واللحمه القطعه معايا ما كانتش. في المرحله دي بقى ابدا اضيف الملح بعد ما اللحمه استوت. ما بضيفش الملح قبل ما اللحمه تستوي، لان لو ضفت الملح اللحمه ما بتستويش معاكي بسهوله، فبضيفها بعد ما بتستوي. اه كده ظبطت الملح بتاعها، وكده اللحمه استوت معايا والشوربه بقت تمام قوي. بجد هتاخدي شويه شوربه حاجه كده تحفه بجد. شايفين لون الشوربه؟ حاجه كده تفتح النفس. اهو زي ما انتم شايفين كده. شايفين لون الشوربه؟ حابين بقى الشوربه لونها ابيض ما تضيفوش القوطه، ما تضيفوش الصلصه اللي انا ضفتها دي، لو حابينها لونها ابيض. بس بجد الشوربه بالطريقه دي انسي اي شوربه تانية. جربيها بجد هتعجبك جدا. اتمنى بقى تجربوها بنفس الطريقه، ولو عجبتكم طريقتي بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الرحمن.